أنا حبك يا شارع. صباح النور، صباح الخير، صباح الورد، صباح النشاط، صباح الطبيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله. حبيت اليوم أخواتي أن أهنئكم بحلول الشهر الفضيل. غدا إن شاء الله ستبدأ أجمل 30 يوم في العام، ودعائي لكم أحبتي أن يديم الله السعادة على قلوبكم، وأن يبعد كل هم وحزن عن قلوبكم، وأن يحفظكم بحفظه أنتم وأحبتكم. ووصفة اليوم هي وصفة اليويو لقريبة، يعني كما نقولوا من عائلة إزلابية. ولدي يموت عليها من عشاق اليويو. اليوم جيت عند بنتي، فوتت معها نهار كامل. حبيت ندير له اليويو، قلت لما لا نقسم معاكم الوصفة. اولا نبداو بالشربات. نديرو 2 كيسان سكر مع كاس ماء. الكاس انا هنا الكاس تاعي كبير ما عمرتوش، تحبوا ديروا كاس كبير وطبقها لكم، تحبوا ديروا الكاس الصغير كيف كيف. درت 2 كيسان سكر ونضيفوا لهم كاس ماء، ونضيفوا لهم ملعقه من ماء الزهر. واللي عندها ماء الورد تحب دير ماء الورد دير ماء الورد. ونديروا لهم طبعا ما ننساوش الليمون. الليمون لازم يكون حاضر دائما في الشربات ولا العسل المنزلي، باه ما يسكره لناش وما ما يبسلناش. الليمون يحافظ على الليونة، على المذاق، على اللون، على كل شيء. نحطوهم فوق نار هادئة. كي يبدا يتغالى تم نبداو نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليه، ونذهب مباشرة إلى العجينة. هنا عندي 75 مليلتر زيت و75 مليلتر حليب، يعني بالملعقة 5 مغارف حليب كبار و5 مغارف زيت كبار. عندي 250 غرام فارينة دقيق أبيض. عندي 75 غرام من السكر، أي أقل من ربع كأس. عندي بيضتين. عندنا ملعقة خميرة فورية، خميرة الحلوى ملعقة كبيرة. وعندنا واحدة ساشية تاع فاني. وعندنا الليمون نسحقه غير لو زيست، القشور تاع الليمون. نبداو ان شاء الله. نكسر البيضتين تاعي، نحط البيضتين في اناء ونضيفوا لها الزيت كما قلت لكم 75 مليلتر، هي 5 مغارف كبار من الزيت و5 مغارف كبار من الحليب. 75 انا حبيت يعني نوضح لكم اكثر. 75 مليلتر هي 5 مغارف. والسكر 75 مليلتر غرام عفوا، اقل من ربع كأس. تزيدوا تنحيوا منه ملعقة وتحطوه. وهنا عندي قشور الليمون، لو زيس دو سيترون تاع ليمونة، انه يعطي مذاق رائع، يعطي نكهة ملاحة. وحطيت حوالي ملعقة وملعقة ونصف. اللي تحب تحط لو باكي كامل تاع لافاني تحطه. وهنايا حوالي ملعقة كبيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، خميرة الحلوى عفوا. ونحركوهم بالسباتول ولا بالفويئة، هذاك الدراب اليدوي. تحركوهم مليح، يعني حاجة سهلة، لا تحتاج لا باتور لا والو. ما ديروهاش بالباتور باه ما يجيكمش يابس. نحاولوا هكا برك نحلوا هذيك الخميرة ونحطوا الفرينة تاعنا. الفرينة انا تاعي صيرتها، انتم ديروها صيروها قبل ما تحطوها باه ما تتكعبر لكمش. ومن بعد نبداو. انا هنا قلت لكم 250 غرام فرينة، 250 غرام، باه كي تحطوها تضمنوا ان العجينة تاعكم ما تجيش يابسة. ومن بعد انتم والفرينة تاعكم لكن كان تشرب تبداو تضيفوا كيما انا هنا. زدت هنا 200 عفوا حوالي 50 غرام من الفرينة من الدقيق. ما تعجنوهاش، تلموها بصوابعكم. عندكم تعجنوها راهي يجيكم يابسه، باسكو اليويو لازم يجي مبسس ومقرمش. وما تجيش يابسه ياسر، تخليوها طريه يعني تمسوها تكون عجينه ملساء وما تلتصقش في الايدي. لميتها، كملت لميتها بالفرينه. هاكم تشوفوا كل مره نضيف شويه تاع فرينه حتى ولات يعني تتلم ونقدروا نحكموها. ومن بعد نحطوها تتخمر لنا، تطلع لنا حوالي 20 دقيقة.
20 دقيقة كي يكون المطبخ عفوا ساخن. درجة حرارة المطبخ تكون ملاحة، يعني مش الحال بارد. تخليوها تغطيوها وتخليوها تطلع. كما قلت لكم اليويو هذا يجي مبسس، وانا ولدي موت عليه ملي كان صغير. يعني الناس في رمضان تاكل الزلابيه، انا ولدي ياكل اليويو حتى انا نحبه. شوفوا العجينه كيفاه لازم تكون، ما تتعجنش. نعاود لكم ما تتعجنش. غطيتها هنايا غطيت بالبابي فيلم وخليتها طلعت لي. خليتها 20 دقيقه، والمطبخ كما قلت لكم كان شويه ساخن. شوفوا زي ما شاء الله. يعني وصفة سهلة حلوة، سهلة جدا جدا، والمذاق رائع رائع رائع. أنا يعني نفضل ناكل اليويو خير من الزلابية. نقرصوها هنايا شوفوا اليويو اللي يتباع عند الفطايري، لكن يعني انتم مالفين تشريوه. هي يعني وصفة تونسية. المكتر التوانسة يديروها ياسر. احنا تانا عنا تتباع يعني في الجزائر دائما يبيعوها الفطيرية. هذاك اليويو اللي يجي الكبير المدور، آه هو اليويو او يجي كبير. انا هنا حبيت نديرهم صغيرين، نديرهم يعني كعيبات صغار. هنا الواحد هذاك البلاستيك شويه صغير. ندير قلت نخدم فوق البلون دو ترافاي، نحطو شويه تاع فارينه ونبداو نحلوه كيما تشوفوا. هنا اللي ما عندهاش غلو تحل بهذاك لو غلو تاع البابي فيلم يكون نظيف. وما ترقوهاش ياسر ياسر ياسر، وما تخليوهاش خشينه باه ما تجيكمش معجنه. هي من الداخل لازم تجي مقرمشه مقرمشه كي من البرة كي من الداخل. هاكم تشوفوا اخترت هادو الليمون المدورين الصغار، درتهم صغيرين ومن بعد رايحين ينتفخونا. نحاولوا ما نفسدوش العجينه بقدر الامكان. شوفوا زي ما هاكم تشوفوا في السمك يعني القطر. شوفوا زي ماهوش عالي ياسر وماهوش رقيق ياسر مسطح. ومن ما نزيدوش نخليوهم يطلعوا، نقليوهم مباشرة أثناء القلي في المقلاة في الزيت السخون، رايحين يزيدوا يطلعونا. ما بين نحينا هذه العجينة وزدنا درنا لهم هذوك يعني اللي تخو في الوسط، نزيدوا نقعروهم في الوسط حين يزيدوا هما يتخمروا. عملية يعني التخمير راهي ماشية يعني حتى وإحنا قاعدين نخدموا فيهم. وهنا هذا المول الصغير اللي راح نحفر به، يعني ندير به هذوك لي تخو. نحاولوا دائما ننظموا رواحنا ونخدموا بنظام يعني وبنظافة، باه يسهل علينا العمل وما نتعبوش يعني في الخدمة. نكملوهم كامل، نحطوهم. انا حطيتهم فوق هذه لا بلانش. كي نكملوهم الكل نوجدوهم نعد نبداو في القلي. هنا العجينة كل مرة من تبقى لنا شوية عجينة نحطوها في البابي فيلم، ما نعجنوهاش نلموها برك نلصقوهم هكا الطروفة في بعضهم ونحطوهم في البابي فيلم باه يطراولنا ونعاودو نزيدو نستعملوها. هنايا بديت في عملية القلي. انا كما قلت لكم ما نحبش المقلاة الكبيرة لانها تاخذ الزيت ياسر، لكن كي تكون حاجة صغيرة راح يجينا الزيت قليل ويجينا طالع. حطيت الزيت يسخن مليح ومن بعد نقصوا عليه باه ما يتحرقوا لكمش. شوفوا هنا زي ما يكونوا يعني حمر، يتحمروا لنا ياخذوا اللون الذهبي. نحاولوا ندخلوا هكا الفرشيطه في الوسط وما نقلبوهمش في ساعه باه ما يتفترشولناش. نخليهم حتى نكتبهم لتحت باه ندوروهم. صدقوني واحد المذاق هذاك طعم الليمون روعة روعة روعة. هنا تشوفوا فيهم كيما بصح هما مقرمشين. شوفوا زي ما شوفوا لي يويو، شتو لي يويو اللي يتباعوا هادوهم
شويه كيعودوا في المنزل يقعدوا احسن ومضمونين. وشوفوا هاي الشربات، شوفوا الشربات تاعي كيفاه جات اللي نديرو فيها اليويو. رائحة الشربات راهي عبالك ريحة رمضان. ريحة القارص، الليمون، ريحة الزهر، ما الزهر، وريحة هذاك القليان. درت جو في بيت بنتي. وبالمناسبة بنتي دارت كتف خروف في الفرن. درت عليه مع غراتان. درت لكم عليه فيديو ان شاء الله، دوك ننزلها لكم الفيديو. اروع ما يكون، اروع ما يكون. بعد ما عسلت اليويو تاعي، شوفوا ما شاء الله. بعد ما عسلتهم، ها هما في طبق التقديم. تقدروا تحطوهم انتم تحطوا لهم شويه لوز من الفوق، شويه تاع بيستاش، شويه جلجلانيه، واش تحبوا. انا حبيت نخليهم هكا على طبيعتهم، كيما تاع زمان لي فغيويو اللي يتباعوا ما فيهم والو. ها هما لي يويو تاعنا حضروا وصغيرين، خير من هذوك الكبار. ديما نقول لكم الحاجه الصغيره تتكل، الكبيره راح تاكلوا منها شويه وتطيشوها. الاولاد ياكلوا شويه ويحطوها، والفساد مش مليح. شوفوا زي ماه. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونقول لكم رمضانكم طيب، والسلام عليكم.